أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط وأيضا الكاتب السياسي. نرحب بك دكتور صلاح، مرحبا بك. أهلا بك لو. أهلا بك دكتور صلاح. يعني استمعت إلى هذا التقرير وقد شاهدناه مع مشاهدينا الكرام. نتحدث عن عن آخر الأوراق التي يلعب بها الغرب لإشعال الفتنة في المنطقة العربية. يعني نحن نعلم جميعا أن هناك العديد من الأوراق التي يستخدمها الغرب لإشعال الحرب داخل المنطقة العربية. هناك الكثير من الأوراق، ولكن آخر هذه الأوراق هي الحرب السنية الشيعية. كيف تنظر إلى هذا؟ أعتقد أن الأمر يلمنا ليس جديدا، الأمر قديم، وهو العراق والمعركة الساخنة ما بين السنة والشيعة ليس في العصر الحديث ولكن منذ القرن الثالث عشر تقريبا، وأن الصراع محتدم ما بين السنة والشيعة. ولكن الآن ما أراه في هذا المشهد ومن خلال هذا التقرير أن هناك إحياء لفكرة الصراع ما بين الجبهتين، الجبهة الروسية الاتحاد السوفيتي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. وهو ليس فقط يعني صراعا اقتصاديا، ولكن هو الآن أصبح صراعا سياسيا له جوانب ومغازي وأهداف اجتماعية واقتصادية على المدى البعيد. السعودية الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بشكل كبير جدا مع إيران، وهناك ملفات ساخنة وكثيرة وعميقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا العداء الذي اصطنع لقرابة أكثر من 10 سنوات ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الصراع كان يخفي في داخله أهداف استراتيجية كبيرة داخل المنطقة العربية، وهو تفريس المنطقة العربية، وهو الخليج الفارسي وتقسيم أو الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الهدف الاستراتيجي ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وهدف واحد، هو تفتيت وتقسيم المنطقة العربية، ورغبة إيران القوية في استعادة الخليج العربي. بالحديث دكتور صلاح عن الدور الإيراني نذهب، طالما نتحدث الآن عن دور إيران، نتحدث عن المشهد الساخن جدا وهو موجود على الأراضي اليمنية. وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. مرحبا بك سيد عصام. هل تسمعني سيد عصام؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد عصام الكاشف، وكنا نرغب أن نتحدث معه عن الشأن اليمني، هذا الملف الساخن جدا. وللحديث أكثر حول المشهد اليمني نتطرق إلى حوار جنيف، أو نستطيع أن نقول أنه فشل حوار جنيف. ونتحول مرة ثانية إلى الدكتور صلاح هاشم. دكتور صلاح، تحدثت عن الدور الإيراني ودور الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني سوف نتحدث عنه بالتفصيل. ولكن نريد أن نتطرق إلى الشأن اليمني الآن والأزمة التي تعاني منها أو يعاني منها اليمن الآن. كيف تنظر إلى هذا الحوار الأخير، حوار جنيف؟ يبدو أن معنا السيد عصام الكاشف مرة ثانية. ابقى معي دكتور صلاح. مرحبا بك سيد عصام. سيد عصام، هل تسمعني؟ نرجع مرة ثانية مشاهدينا الكرام إلى الدكتور صلاح، يعني للحديث عن فشل حوار جنيف الخاص باليمن. كيف قرأت هذا الحوار؟ هو طبعا ده مش المرة الأولى، ده جنيف 2 بالنسبة لفض المعركة الساخنة ما بين السنة والشيعة داخل الأراضي اليمنية. وأنه الفكر أنه ما ينظر إلى القضية اليمنية على أنها قضية سياسية، ليست قضية سياسية، قضية طائفية، ولا بد أن نعترف جميعا أنها هي قضية وحرب ساخنة ما بين السنة والشيعة، وليست عملية سياسية ما بين الجنوب والشمال. وأنا فكرة الجنوب والشمال هذه مسألة إيرانية مصطنعة بمساعدات شديدة جدا من ودعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية. وهم أرادوا، وكان لي في حوار سابق أنها كانت رغبة الحوثيين ورغبة السنة أن يكون هناك بلد محايدة، ربما تكون جنيف، ربما تكون مصر، كتدخل بديل للسعودية بعد فشل اتفاقية أو اجتماع الرياض بخصوص هذه المعركة الساخنة. لكن الواقع أن الحوثيين والسنة في الأراضي اليمنية أرادوا أن يكون منطقة محايدة، ولتكن جنيف ولتكن مصر، ولكن الأهداف مختلفة، وأن هناك أطراف بعيدة تماما على المشهد اليمني تريد أن تضخم وتؤجج الصراع والنار داخل الأراضي اليمنية. يعني نذهب مرة ثانية مشاهدينا الكرام مع السيد عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن اليمني. مرحبا بك سيد عصام. مرحبا يا لبنى، مرحبا بك. مرحبا كل سنة وانت طيبة، ومرحبا بضيفك الكريم.
مرحبا بك. يعني سيد عصام، نتحدث الآن عن فشل حوار جنيف الخاص باليمن، وتحدثنا مع الدكتور صلاح هاشم، هو أستاذ التنمية والتخطيط وأيضا الكاتب السياسي، ولكنه قد علق على الشأن اليمني بأنه ليست قضية سياسية وليست أزمة سياسية، وإنما هي قضية طائفية وأيضا طرح إيراني في المنطقة العربية. يعني بداية نريد أن نعرف منك رأيك في فشل حوار جنيف وتعليقك أيضا على حديث الدكتور صلاح هاشم. تفضل سيد عصام. بداية نؤكد بأن مصر على الأراضي اليمنية حاليا هو صراع سياسي على السلطة وفرض الوجود من جانب جماعة الحوثي لتنفيذ مخطط فارسي على الأرض اليمنية 100%. ده في البداية. أما فيما يتعلق بالفشل الذي مؤيد به محادثات جنيف تحت الأمم المتحدة، فقد فضح هذه المحادثات والفشل الذريع الذي بنيت به هذه المحادثات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إذ يحاول الأمم المتحدة أن تضفي الشرعية أو الشرعنة لجماعة الحوثي على الأرض كطرف مفاوض. وقد تبادلت كل من الأطراف الموجودة ممثلة في الحكومة اليمنية من جانب وجماعة الحوثي من جانب آخر الاتهامات، كل منهم يحاول أن يلقي اللائمة على الطرف الآخر بسبب الفشل. فالحوثيين يقولون بأن الحكومة تحاول أن تصل أجندتها، رغم أن المحادثات التي فرضتها الأمم المتحدة على كافة الأطراف اليمنية والخليجية والحوثية كانت على ضوء تفاهمات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، وتنفيذا لقرار الأمم ومجلس الأمن رقم 2216، وهو الدخول في مباحثات لبسط الاستقرار والأمن السياسي في البلاد والخروج من الأزمة الحالية. نعم سيد عصام. طب يعني ابقى معي سيد عصام، نتحول إلى الدكتور صلاح. يعني هذا رأي السيد عصام الكاشف. يعني إذا كان لديك تعليق على حديثه حول هذه الأزمة اليمنية وهذه الاستفاضة التي قد تحدث عنها. طبعا أنا أتفق مع الأستاذ عصام في هذا الطرح، وأنه هو طبعا هو أؤكد أن هناك صراعا طائفيا الغرض منه الوصول إلى السلطة بشكل معين، أنه القيادة اليمنية تكن للشيعة أم تكن للسنة. هي تريد إيران أن تبدأ بالجنوب وأن تبدأ باليمن، باعتبار أن البيئة اليمنية خصبة جدا لتأجيج الصراع وسيطرة الجانب الشيعي على المشهد السياسي الموجود، ومن السهولة بمكان الوصول إلى كرسي السلطة. هي بدأت باليمن، وأعتقد أن الأمم المتحدة لا تريد فقط أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد فقط أنها تحل هذا المشهد ما بين السنة والحوثيين. أعتقد هي تريد أن تقسم اليمن إلى قسمين، ما بين الجنوب وما بين الشمال، وتخلق نوع من الصراع المحيط بالمملكة العربية السعودية، باعتبار أنها تقود منطقة الخليج، وأن سيناريو ما حدث في السودان ربما يتكرر مرة أخرى في المشهد اليمني، وأن أتصور أنه الحل الوحيد هو في اليمنيين أنفسهم. إذا كانوا يريدوا أن تكون هناك وحدة حقيقية، لابد أن ينحوا جانبا كل الأطراف وأن يجلسوا على مائدة تفاوض مشتركة من أجل بقاء اليمن، دون أن يكون هناك يمن جنوب ويمن شمال. نحن نسأل اليمنيين والجانبين، هل من الجانب الشمالي أو الجانب الجنوبي، هل السنة أم الشيعة، من مصلحة من أن يتم تقسيم اليمن إلى دولتين؟ هل في ذلك نهضة تنموية واقتصادية واستقرار سياسي موجود، أم هناك مزيد من الصراع، خاصة أن الموارد اليمنية تتسم بالندرة، موارد قليلة وليست دولة غنية حتى يتم تقسيمها إلى دولتين. نعم دكتور صلاح. يعني نتوجه مرة ثانية إلى السيد عصام. سيد عصام، يعني تحدث عن الرأي الخاص بالدكتور صلاح، ويتحدث عن أن الحل لن يخرج عن اليمنيين أنفسهم. يعني كيف ترى، هل من الممكن أن يكون هناك بالفعل يعني إعادة النظر لليمنيين بأن يكون هناك وحدة حقيقية بين الشمال والجنوب تجنبا لكل هذه الأزمات التي يتعرض لها اليمن أم لا؟ لبنى، هنرجع للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وما أسفرت عنه من نتائج بشأن الحوار
بين الأطراف والذي اتفقت عليه كافة الأطراف والأطياف اليمنية في مارس 2014 على عدة أمور ونقاط أساسية، اعتبرت هذه النقاط هي بمثابة خارطة للطريق لنقل السلطة بشكل آمن ومستقر بما يصب في مصلحة اليمنيين. وكان الاتفاق على تقسيم اليمن على 6 أقاليم كونفدرالية يتمركز ويتمدرج فيها الحوثي في 4 أقاليم ليست لها أي مخرج أو حدود متاخمة أو تماس مع المملكة العربية السعودية أو ميناء على البحر أو مطار. وكان الاتفاق على أن يكون إقليم أذال هو الذي سوف يحتضن جماعة الحوثي، إلا أن جماعة الحوثي كانت تسعى بكل قوة إلى أن يكون لها خط تماس مع المملكة العربية السعودية في الجنوب، جنوب الحدود السعودية، وميناء على البحر. وعندما لم تتوافق الأطراف اليمنية وتستجيب لمطالب الحوثي، قامت جماعة الحوثي الاجتياح الذي حدث في 21 سبتمبر 2014 واحتلال العاصمة اليمنية صنعاء والسيطرة على مفاصل الدولة والمقار الوزارات، وأسر الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو الممثل الشرعي للبلاد آنذاك، ثم تم هروبه إلى العاصمة الاقتصادية عدن، وبذلك تمكن من أن يفر إلى المملكة العربية السعودية ليدير شؤون البلاد من العاصمة الرياض. نعم. وهو ما يؤكد أن الحوثيين يسعون بكل قوة على تنفيذ المخطط الفارسي للتقسيم والسيطرة والهيمنة على اليمن بهدف إزعاج الحكم الوراثي في المملكة العربية السعودية من جانب. الجانب الآخر وهو المناوشة مع الولايات المتحدة الأمريكية والسيطرة على مضيق هرمز ومضيق المندب من خلال الحوثيين ليكون لهم تأثير في المفاوضات التي سيشهدها هذا الشهر، وهي 5+1 بشأن الملف النووي. طب سيد عصام، يعني في ظل كل هذه الطروحات التي تتحدث فيها وكل هذه الأزمات وهذا الاجتماع وكل يعني أو المبادرات والمبادرة الخارجية وغيرها من كل هذه الأحداث الكثيرة، كيف ترى السيناريو المقبل في المرحلة القادمة؟ بعد أن فشلت محادثات جنيف وعدم الاتفاق على سقف للقاء آخر أو سقف لحل سياسي لإدارة شؤون البلاد، نجحت المملكة العربية السعودية في أمرين أنا بعتبر أنهم أمرين استراتيجيين. الأمر الأول وهو إخلاء العاصمة الاقتصادية عدن من السلاح تمهيدا لأن تمارس الحكومة اليمنية أعمالها، الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها على الأرض، وتكون هذه المنطقة منطقة محظورة السلاح، بمعنى أن تكون منطقة آمنة يمارس من خلالها العمل السياسي الذي يصب في مصلحة اليمنيين. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني أن المملكة العربية السعودية من خلال عاصفة الحزم هي خلق بطول خط التماس بين المملكة العربية السعودية واليمن، فراغ منطقة نقول منطقة عازلة منزوعة السلاح بقوة القصف الذي تمارسه طائرات عاصفة الحزم وطائرات الأباتشي التي تقوم بدوريات ليل نهار في مناورات. نعم، وصلت الفكرة تماما سيد عصام. نعم، وصلت الفكرة تماما سيد عصام. نشكرك جزيل الشكر عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن اليمني. نشكرك سيد عصام، ونعود مرة ثانية مع الدكتور صلاح. يعني دكتور صلاح، استمعت إلى حديث السيد عصام الكاشف وتحدث كثيرا عن هذا الأمر، ولكن نريد أن نتوقف عند النقطة الأخيرة التي تحدث فيها عن نجاح
المملكة العربية السعودية في الشقين، الأول إخلاء العاصمة عدن من السلاح وعاصفة الحزم وما تلاها، كيف ترى يعني هذين الشقين؟ اولا انه هذا الكلام يعني مردود عليه. انا اتصور انه عاصفه الحزم لم تنجح بالشكل الكبير، وانه كانت لها مده زمنيه معينه، هي تجاوزت هذه المده ثم اعلنت التوقف ثم هدنه موجوده، ولكن الصراع ما زال موجود. هو كان هدف عاصفه الحزم هو القضاء على هذا الصراع واستعاده الامن الى الشارع اليمني. اعتقد انه الامن لا زال غائبا عن الشارع، وان الصراع ما زال محتدما وفي تصاعد مستمر، وحتى فشلت المفاوضات بشكل كبير، حتى دعوه الرياض إلى لقاء ما بين الجانبين. الحوثيين رفضوا الحضور في مؤتمر الرياض، وكان مؤتمر من طرف واحد، وبالتالي هو فشل بشكل كبير جدا، لأنه ليس هناك تقارب في الأهداف. واضح جدا من الحوثيين أنهم يريدوا أن يكون على تماس مباشر، وأن يحتلوا مناطق استراتيجية مهمة للتأثير حتى يكونوا أصحاب قرار. وواضح أن سيناريو التقسيم موجود، سواء تقسيم إلى 6 مناطق كونفدرالية داخل اليمن، أو تقسيم اليمن إلى الجنوب وعلى الشمال. واعتقد ان هذا السيناريو هو، وهنا ما اختلف، يمكن السيد عصام ما اجابش بشكل واضح جدا على انه السيناريو القادم. اعتقد ان السيناريو الاخير والقادم هو ان تتدخل الولايات المتحده الامريكيه بسيناريو إيراني منفذ مع بعض الدول العميلة الموجودة، إلى أنه السيناريو السوداني يتم تكريره مرة أخرى، وهو ما يريد الحوثيين. يقولون أن السعودية تريد وروسيا وغيرها أن ينقلوا الصراع النموذج اليمني إلى النموذج الليبي، النموذج اليمني. هم يريدوا أن يكرروا ذلك، لكن أتصور أنه فكرة التقسيم هي استراتيجية عميقة وموجودة، وفي عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية وفي عقيدة إيران، ولن يتم التنازل عنها بشكل طب يعني سهل. نتحدث عن هذه الأفكار أو هذه المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، ومحاولات كثيرة للتقسيم حدثت بالفعل في بعض الدول العربية، وتحاول الدول الغربية أن يكون هناك نوع آخر من التقسيم داخل بلدان عربية أخرى. يأخذنا الحديث دكتور صلاح عن هذه التسريبات الأخيرة التي قد شاهدناها منذ قليل في هذا التقرير، تسريب وثائق لموقع ويكليكس، وما الهدف من هذه التسريبات؟ يعني كان هناك العديد من الحديث حول هذا الأمر، إشعال المشهد اليمني الشمال والجنوب، وأيضا هناك كما استمعنا إلى هذا التقرير اتفاق روسي سعودي واتفاقيات اقتصادية وإنشاء مفاعلات نووية. لماذا في هذا التوقيت تحديدا تظهر هذه الوثائق من موقع ويكليكس؟ هو يا لبنى الحروب دائما ما بين الدول الكبرى دائما تتم بحروب باردة ثم تتصاعد إلى صدام مباشر، يعني من صدامات غير مباشرة إلى صدام مباشر. هي إيران والسعودية، باعتبار أنها السعودية تملك زعيمة الجانب السني أو الإسلامي أو القيادة الإسلامية السنية في المنطقة العربية بل في العالم، وأن إيران تتزعم الجانب الشيعي بشكل كبير جدا. هم يريدوا الآن فكرة الصراع الداخلي أو الحرب النفسية موجودة منذ سنوات طويلة جدا، وأعتقد أنها بدأت بشكل مباشر في الملف السوري. كان هناك دعم لجبهة النصرة من السعودية، وجبهة للنظام السوري من الجانب الإيراني الموجود. ثم ذهبنا إلى اليمن، وجدنا أن الأدوار اختلفت بشكل كبير. أن السعودية التي كانت تدعم جبهة النصرة في مقابل النظام الشيعي في اليمن تدعم النظام ضد الشعب، يعني وإيران التي كانت تدعم النظام من أجل الشرعية الآن تدعم جماعة معينة ضد النظام. إذن حدث اختلاف كبير جدا، وهذا يدل أن العملية ليست سياسية، هي العملية بالدرجة الأولى هي عملية طائفية، ولابد أن نكون على قناعة كبيرة جدا أنها مسألة طائفية. والإيمان بأن ما يحدث الآن وأنه مسألة طائفية يجعلنا نصل إلى الحل بسهولة، لكن فكرة إغفال الجانب الطائفي في التحليل السياسي للمشهد اليمني أو المشهد السوري بشكل معين، ده بيؤخر ويؤجل الحلول بشكل واقع. اليمنيين يقولوا بأنهم هي حرب سياسية، وأنهم شعب يريد أن يصل إلى الحكم. طيب وأن من بينهم جماعة سنية موجودة منضمة إلى الحوثيين، ليس فقط جماعة شيعية. أقول لهم لماذا أنتم ترفعون شعار أنصار الله؟
يعني أنتم أنصار الله وباقي الشعب اليمني ليس أنصار الله. يعني هم جماعة كفرة يعني بشكل معين. لماذا لا تسمحوا بانتقال السلطة بشكل آمن بعد انتهاء فترة ولاية الحكومة الشرعية؟ لماذا لم يتم؟ لماذا تعجلتم الأمور؟ لماذا لا تخضعوا الموضوع لانتخابات والصناديق الانتخابية الحرة وجعل الشعب اليمني يختار قيادته سواء كانت سنية أو سواء كانت شيعية؟ ليس هناك مبرر. لكن حقيقة الأمر أنه الحوثيين يدركون تماما أنها حرب طائفية، وأنهم يعني زج بهم بشكل معين سواء لأهداف سياسية ليست يمنية ليست عربية، هي أهداف لابد أن نعترف جميعا أنها أهداف فارسية أو أهداف إيرانية تريد أن تقسم وتريد أن تسيطر وتريد أن تحيط بالسعودية من كل الجوانب لإضعاف الجانب السعودي وإحاطته بكل الملفات. هي فشلت في الجانب المصري أن تلعب دور، فشلت في الجانب الليبي بشكل أكبر، لكن الرهان اليمني الآن هو على الجانب بشكل معين، على الجانب اليمني، على الجانب اليمني، ثم بعد ذلك هي تنتصر لأنه عبر اليمن أن ينتقل هذا الصراع سواء إلى البحرين وبعدين الإمارات، ثم هي تؤجل سلطنة عمان. أعتقد أن سلطنة عمان هي الملف القادم بالنسبة للخليج، باعتبار أن هذه المنطقة هي المنطقة الملاصقة تماما سواء بين على السعودية وسواء بين اليمن، وأنه حتى منطقة صلالة اللي هم اليمنيين الآن يعتبروا أن صلالة منطقة يمنية، وعمان يعتبرونها أنها خاضعة لسلطنة عمان، وأن بعد وفاة السلطان قابوس أنه سوف يتم هناك صراع كبير جدا ما بين اليمن وما بين عمان على هذه المنطقة الموجودة. إيران الشيعة يلعبون دور كبير جدا في رأس المال العماني، وأن هناك الأباضية والشيعية والسنة موجودين، ولكن وجود السلطان قابوس على قمة الحكم يسيطر على هذا الصراع. لكن أعتقد في حال وفاة السلطان قابوس سوف يتم انتقال الصراع بشكل معين إلى حتى من اليمن. يعني كل هم يريدوا أن الهلال الشيعي العربي. هم يريدوا الهلال الشيعي يبدأ من العراق وينتهي في اليمن. هم يريدون ذلك، ولن تنتهي رغم هذا الصراع، لأنه هذا الصراع بدأته قديما منذ العصر الفاطمي ومنذ الخلافة العباسية ومنذ جماعة الحشاشين أو جماعة حسن الصباح أو الديانة الجديدة. سنتحدث عن هذا التاريخ دكتور صلاح، ولكن نريد أن يعني نمعن النظر في المحاولات التي تحاول بها المملكة العربية السعودية أن تنأى بنفسها من كل هذه المؤامرات. كيف تنظر إلى يعني هذا التقارب الروسي السعودي في الفترة الأخيرة، وأيضا هناك تخوف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من هذا التقارب؟ كيف تنظر إليه؟ أنا عايز أنظر إلى الملف ده بزاويتين يا لبنى. الزاوية الأولى وهو أنه بدأت دلوقتي أنه العملة الروسية بدأت روسيا تتعامل بالعملة الروسية وتستغنى عن اليورو وتستغنى عن الدولار، وأنه ده بدأ بشكل واضح أنه النهاردة عروض روسية على الحكومة المصرية وعلى النظام المصري بأن يتم شراء القمح بالعملة الروسية وليس بالدولار، وبالتالي انه دي ضربه قويه جدا للدولار الامريكي والولايات المتحده الامريكيه. هي تريد كمان ان تتعامل مع السعوديه بهذا النظام، انه سوف يتم التعامل بشكل اكبر من خلال العمله الروسيه، وهذه اعاده طرح ان العمله الروسيه في صراع مع الدولار ومع اليورو، وانه معظم التعاملات تبدأ بالمواد الغذائية زي القمح طب يعني هي حرب بين حرب أخرى أكبر بين يعني الجانبين. أنا قلت هي إحياء، ما يحدث هو إحياء للصراع ما بين. كيف يمكن أن تستفيد الدول العربية من هذا الصراع فيما بين الدول الكبرى أو الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؟ لن تستطيع إلا إذا توحدت الدول العربية، تعلمت الدرس جيدا وعرفت من هو العدو وما هو الصديق. أن الصراع بين الجانبين ربما يفيد الدول العربية، ولكن أنه انقسام الشعوب العربية ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية هيضر بشكل كبير جدا الأمن القومي العربي بشكل واسع، ويفتت العلاقات السياسية والاستراتيجية ما بين هذه الدول. لابد أن يعلموا جيدا أن العدو واحد. الصراع ليس لنا علاقة به. لكن سؤال حضرتك فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أنا بقول أنه خلاص السعودية جت رجلها في الصراع،
ولن تستطيع أن تخرج بشكل سلمي أبدا. هي خلاص يعني دخلت طرف في الصراع في المنطقة العربية وتولت الزعامة، ولا تستطيع بشكل معين أن تسحب نفسها من هذا الصراع، وأنه بدأت تكون قوة استراتيجية وقوة عسكرية موجودة بها، بل لم تنتهي، كانت محتفظة بتقوية الجيش السعودي، لكن الآن بدأت تنزل إلى ميدان الحرب وميدان الصراع، وهناك تجارب بدأت في اليمن. أعتقد أنه نعم دكتور السعودية صلاح، تستفيد من هذا الصراع. نعم يعني وضحت هذه الفكرة، ولكن ما زلنا نريد أن نتحدث بشكل تفصيلي أكثر وأعمق في هذا الأمر وحول هذه التسريبات لوثائق من موقع ويكيليكس. ينضم معنا عبر الهاتف السيد محمد حميدة، الكاتب الصحفي في جريدة الصباح المتخصص بالشؤون العربية. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا بك سيدة لبنى، تحياتي لك ولأسرة البرنامج وضيفك الكريم. مرحبا بك. يعني سيد محمد، نتحدث مع دكتور صلاح الآن حول هذه التسريبات الأخيرة، الوثائق من موقع ويكيليكس، ويعني إذا كنت قد استمعت أو شاهدت التقرير منذ قليل يتحدث عن أن هناك يعني أهداف في هذا التوقيت تحديدا من انتشار هذه التسريبات في هذا الوقت تحديدا، وهو يعني كما نعلم إشعال الفتن الطائفية وإشعال المشهد أكثر في اليمن ما بين الشمال والجنوب، وأيضا تلا ذلك العديد من التسريبات الكثيرة. وأيضا هناك نحن نعلم هناك اتفاق الآن روسي سعودي واتفاقات اقتصادية وإنشاء مفاعلات نووية. يعني ككاتب صحفي ومتخصص في الشؤون العربية سيد محمد، كيف تنظر إلى هذه التسريبات الأخيرة؟ نعم سيدة ربنا، كما أوردتم بتقريركم فإن هناك 3 شواهد تدين الجانب الغربي أو ربما تورط الجانب الغربي بشكل مباشر. الحدث تحدثتم وكما رأينا هي عملية فشل مفاوضات تحدثنا من قبل أن جنيف اليمن سيفشل قبل بدءه طبقا للمعطيات وقراءة المعطيات على أرض الواقع. فالجانب الغربي هو من أعطى الإشارة الخضراء للحوثيين للتوغل داخل المدن اليمنية والإشعال الفتن الأراضي اليمنية، ثم يعود مجددا ويتحدث عن أن هناك مفاوضات تسوية سياسية. هذا الأمر تكرر سابقا في سوريا ولم يتم سوريا حتى الآن، كما أنه لم يتم حل القضية اليمنية بهذا الشكل. الأمر الآخر والذي يجب أن هو عملية التقارب الروسي السعودي في هذه في الفترة الراهنة. الغرب والولايات المتحدة تحديدا لا تريد هذا التقارب، خاصة وأن هناك كما رابط بين مصر والجانب الروسي، وهو ما يعني أن المنطقة بأكملها تتجه ناحية روسيا، وهذا يخصم من حق أو من حصة الولايات المتحدة في المنطقة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سيد محمد يعني لن تسمح وستحاول جاهدة بأن يعني تفشل هذا التقارب الروسي السعودي والتقارب الروسي المصري أيضا. دعني أكون صريحا أكثر معك سيدة لبنى. الأزمة ليست في الولايات المتحدة، الأزمة في الحكام العرب وفي القائمين على القضايا العربية في الوقت الراهن. الولايات المتحدة لم تعد تملك زمام الأمور كما كانت تملك في الماضي، بل هي تتلاعب بأوراق ربما على الهامش في الفترة الحالية. فإذا يعني كان هناك عزم بجد من قبل القادة العرب يكونون أكثر فاعلية وأكثر قدرة على مواجهة هذه المخططات، ولكن الأزمة أن نقول العربية أو ربما لا تمتلك الروح المستقبلية، وهنا لا نتحدث عن قراءة الغيب ولكن نتحدث عن قراءة الواقع ونتحدث عن قراءة المعطيات التي أمامنا. الغرب والولايات المتحدة لا تسعى إلى حل سلمي ولا تسعى إلى تسويات في المنطقة العربية، ولكن تسعى لزيادة رقعة الصراع كما في سوريا وكما حدث في العراق ويحدث مجددا في اليمن، وغدا ستجدي في دول. الأمر الآخر الذي أريد أن أتحدث عنه هو مسألة الإفراج عن أو رفع الحظر عن الدولة الإيرانية. نعم، يعني في هذا التوقيت سيد محمد الإفراج عن 100 مليار دولار لإيران، كيف تنظر إلى ذلك؟ هناك اتفاقات كثيرة تحت الطاولة وأيضا اتفاقات أخرى علنية، لماذا في هذا التوقيت أيضا تحديدا الإفراج عن هذا المبلغ الكبير لإيران؟
هذا التوقيت او هذا التوقيت تحديد لانه بعد 30 يونيو او بعد 30/6 الجاري المنطقه باكملها ستشهد تغيرا كاملا، ستختفي بعض الدول من الى دويلات صغيره، وهذا قراءه للمعطيات وقراءه للسياسات الراهنه. العراق بات على وشك التصفيم، وسوريا كذلك، واليمن كذلك. ايران ستدفع بكل ما نعم تفتيت المنطقه العربيه. هنا تساعدها الولايات المتحده التي تزعم بانها تواجه التدخل الايراني وتزعم بانها ضد النفوذ الايراني في المنطقه، بل هي تسعى الى دخول اشعال الحرب ما بين ايران والسعوديه بشكل مباشر، وربما الدول العربية يعني حصاد هذا الصراع منه ان تضعف الدوله الايرانيه، تضعف نفوذها وتفتت المنطقه وتعود من مجددا اخرى الولايات المتحده تتحكم فيها. الولايات المتحده تخشى ان تفلت يعني من يدها خلال الفتره الراهنه بهذا التوجه الى روسيا، سواء كانت السعوديه او مصر او بعض الدول. نعم. يجب علينا ان نقرا الواقع بشكل جيد، وان يكون لدينا رؤيه لما ممكن من ان يحدث مستقبلا، ونتعامل معه بشكل جيد وليس مجرد تحليلات او لمجرد الاستطلاع فقط يعني. نعم. سيد محمد حميدة الكاتب الصحفي بجريدة الصباح والمتخصص بالشؤون العربية، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. ونعود مرة ثانية إلى الدكتور صلاح هاشم. دكتور صلاح، يعني استمعت إلى الرأي الصحفي الخاص بهذا الصحفي السيد محمد حميدة، ويتحدث أن هناك يعني تخوف كبير جدا لما سوف يحدث في المنطقة العربية في الفترة القادمة، ناهيك عن ما يحدث بالفعل وما حدث في المنطقة العربية، وخاصة في هذا التاريخ 30 يونيو والإفراج عن هذا المبلغ الكبير الذي كان محظورا لدى الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تنظر إلى ذلك؟ أعتقد أنه فكرة التخوفات يعني أنا ليس هناك يعني لا نبالغ بفكرة التخوفات، لأنه هذا الصراع تكرر قديما وسوف يتكرر، متوقع جدا، ولكن أنه الإرادة العربية سوف تنتصر بشكل كبير جدا. هناك وعي كبير جدا لدى الشارع العربي، ربما هناك قيادات بتحرك او هناك بعض القوى تدخل الصراع بشكل قسري، يعني ليس بارادتها، ان هذه الجماعات ربما تدخل لاهداف عقائديه او اهداف اقتصاديه بحته، لكن اعتقد ان الوعي العربي يريد ان يتضامن. يعني اذا تم استفتاء الشعب اليمني او الشعب السوري ما رايك في هذا الصراع، هل تريد ان تعود الى ما قبل الثورة اليمنية أو من قبل الثورة السورية أو من قبل اليمنية؟ أعتقد أن الإجابة نعم، حتى الجانب المصري. يعني إذا سألتي كل الأطراف التي دخلت فيما يسمى بخدعة الربيع العربي، هم يريدوا أن يعودوا إلى نقطة الصفر مرة أخرى من جديد، ويريدوا الوحدة. لا الشعب اليمني يريد أن ينقسم، لا الشعب الليبي يريد أن ينقسم، لا الشعب الليبي يريد أن ينقسم، حتى السودان نفسها لو حدث استفتاء لا يعني وخسرت كثيرا، يعني أعتقد لا تريد أن تنقسم. فكرة الرغبة في عدم الانقسام هي المحور الأساسي في استعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية، ولكن يجب على القيادة العربية أن تتعامل بالتدخل العسكري بحذر شديد جدا حتى لا تكون الخسارة فادحة. سوف يعود الاستقرار، ولكن نريد أن يعود الاستقرار بأقل قدر من الخسائر الموجودة. أتصور وأنه في حوارات أجريتها بشكل شخصي مع الجانب الحوثي خلال بعض القنوات الفضائية أنهم لديهم إرادة في الاستقرار، هم لا يريدوا أن يفقدوا كل يوم عشرات أو مئات الشباب في معارك يمنية، ليست هناك طرف خارجي، أو هم يحاربون بالوكالة عن دول وأنظمة أخرى، هي ربما النظام الإيراني كما تفضل أستاذ محمد، أو النظام الأمريكي أو لمصالح دولة أخرى. هم يلعبون لمصالح دولة أخرى وليس للمصالح اليمنية، وكما فشلوا بشكل كبير في سوريا سوف يفشلوا بشكل أكبر داخل اليمن، وسوف يعود الاستقرار، ولكن الوحدة العربية والاتحاد العربي. أنا بطالب تاني من خلال هذه القناة يا سيدة لبنى أنه يكون في اتفاقية دفاع عربي مشترك، وأنا أعتقد أن خطوات هذا الاستراتيجية يعني بدأت بشكل كبير من الناحية العسكرية والجانب الاقتصادي كمان، والجانب الاقتصادي. طب يعني للحديث أكثر دكتور صلاح، يعني أنت متخصص في التنمية والتخطيط وأيضا كاتب سياسي، للحديث عن كل ما يحدث. نحن الآن قد شخصنا الداء،
نعم. ماذا عن الدواء؟ إذا يعني نظرنا أو رجعنا إلى الوراء، ماذا حدث في المنطقة العربية؟ وتحدثت عن أن هذا لم يكن ربيعا عربيا، وإنما أكذوبة عربية أو أكذوبة عربية. نعم. هناك رأي آخر يقول أنه يعني هذه كانت يعني تظاهرات أو ثورات ضد يعني الدكتاتورية وضد الظلم والفساد، ويعني وتسلق عليها بعض المتسلقين أو يعني ركبها الغرب بطريقة أخرى، ويعني ودخل إلى الشعوب العربية يعني تحديدا إذا تحدثنا عن كل شأن عربي، يعني دخل لسوريا بشكل الحكم الدكتاتوري والفساد والظلم، ودخل في مصر عن طريق آخر، ودخل إلى اليمن بفكرة أيضا الطائفية والظلم، يعني دخل بمداخل كثيرة أو أدوات كثيرة. للحديث عن الحلول، يعني نحن نواجه الإرهاب دكتور صلاح بطرق عدة. هناك مواجهة عسكرية، ونحن نعلم أن المواجهة العسكرية تقتل فردا كما ذكرنا في المقدمة، نعم. ولكن لا تقتل الفكر. هناك مواجهة يعني بكل الطرق وبكل المسميات التي نستطيع أن نسميها، مواجهة فكرية، مواجهة ثقافية، مواجهة اجتماعية، مواجهة دينية، ومواجهة عسكرية وسياسية. للحديث عن مواجهة الإرهاب من الناحية الدينية، نحن يعني هذا الدور منوط برجال الدين، ولكن المواجهة الاجتماعية والثقافية دكتور صلاح، كيف يمكن أن نواجه الإرهاب بهذا الشكل؟ أنا عايز بس أقول حاجتين تعليقا على كلامك لبنى. هو مسألة أنه الربيع العربي ده مصطلح غير عربي أصلا، يعني هذا المصطلح الغرب هو الذي سمى الثورات التي حدثت في الشارع العربي بأنها ربيع عربي، ولكن الواقع دل على غير ذلك وقال أن هذا ليس ربيعا عربيا، حتى خريفا عربيا، ده هو أساسا أكذوبة بل فقاعة عربية، وأنها خيبات أمل عربية. يعني هناك من أطلق بأنها ليست ثورات وإنما هي خيبات أمل، لأن الثورات لم تحقق هدفها. اتفقت الشعوب العربية على أن النظم الحاكمة هي نظم مستبدة بالدرجة الأولى، هي مستبدة، وبالتالي تظاهرت الشعوب العربية من أجل إسقاط هذه الأنظمة وسقطت بالفعل، ولكن لم يكن لدى الشعوب العربية أنظمة بديلة لتحل محل هذه النظم المستبدة. وعندما بدأوا لتشكيل كل دولة وفقا لخصوصياتها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بدأت تبحث عن النظام البديل، وفي سعيها للنظام البديل بدأ الغرب يتدخل من أجل إحياء فكرة الطائفية في بعض الدول والقبلية في دول أخرى. نعم. يعني ليست في كل الدول، كل دولة حسب طبيعتها. دخل الغرب يعني في كل دولة حتى لا تصل إلى هذه الدول إلى مرحلة الاستقرار. هم اتفقوا الأول على وحدة الشعوب، على أن هذه الأنظمة مستبدة ولا بد أن تسقط ويحل محلها نظم ديمقراطية. هذا كلام طيب وكلام جميل جدا، لكن المشكلة عندما أسقطت الشعوب هذه الأنظمة المستبدة وسعت لإيجاد النظام البديل، قالت لها لا، أنت عندك مين بقى النظام البديل؟ هيكون من السنة ولا من الشيعة ولا من قبيلة فلان ولا من قبيلة علان؟ وبدأت تحيي وتعمق الجرح والشرخ بين النسيج الشعب الواحد، وبالتالي حدثت الأزمة الليبية. هي أزمة قبلية بشكل معين، الآن هي أزمة قبلية ربما دخلت إليها بعض الطوائف الدينية أو العصابات المتأسلمة من أجل تقوية الجانب القبلي. ثم الجانب اليمني بدأت بقى الجانب السوري، الجانب الطائفي، ثم في اليمن الجانب الطائفي، يعني جوانب والنموذج المصري مختلف. يعني جوانب هي عمقت التدخل جاء هنا، وجوانب أخرى طائفية، ولكن هناك دكتور صلاح عوامل أخرى كثيرة، هي البطالة والفقر وغياب الوعي لدى الشباب. هتكلم عن المسألة دي، عن هذه السياسات التي اتبعت. عندما سقطت الأنظمة العربية المستبدة كان لابد أن تأتي أنظمة بديلة. هذه الأنظمة البديلة كان لابد أن تأتي بسياسات اجتماعية جديدة، وسياسات اجتماعية واقتصادية غير تقليدية تستطيع أن تواجه المشكلات التقليدية التي قامت من أجلها الثورات العربية. هي قامت الثورات العربية من أجل البطالة ومن أجل الفساد ومن أجل قانون الطوارئ في مصر، أو التضييق على الحريات بشكل كبير. لكن الأنظمة التي جاءت بعد ذلك هل أتت بسياسات جديدة؟ الإجابة لا، لأنه الأوضاع السياسية، لأنه في ظل سعي الأنظمة الجديدة لتحقيق التنمية كانت هناك عصابات إجرامية شديدة. الإرهاب بدأ يظهر ويضرب كل عوائد التنمية داخل هذه المنطقة. عصابات إجرامية، نتحدث عن عصابات الإجرامية ونتحدث عن الجريمة دكتور صلاح، ونتحدث أيضا عن الجريمة المنظمة وعن التنظيمات الإرهابية وعن كل العوامل الأخرى الكثيرة، البطالة والفقر وفكرة الجهاد التي قد يعني قد غسلوا عقول الشباب أو بعض الشباب، ليس الكل، بهذه الفكرة للانضمام
أيضا إلى هذه التنظيمات الإرهابية. معنا الآن مشاهدينا الكرام سوف نتحدث عن كل هذه الأمور، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الأخير من برنامج ملفات عربية، وتحدثنا عن الداء أو شخصنا الداء وها هو الدواء. نناقش ذلك مع الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط والكاتب السياسي. أكرر عليك التحية مرة ثانية دكتور صلاح، ونعود مرة ثانية إلى أو نبدأ من النقطة التي قد انتهينا عندها، وهو ما قد تحدثنا عنه تشخيص الداء، وإلينا الآن بالدواء. نعود إلى التاريخ دكتور صلاح والحديث عن التنظيمات الإرهابية والجماعات الإرهابية وفكر الجريمة والجريمة المنظمة وغيرها من باقي الأطروحات الكثيرة، فلتتحدث معنا باستفاضة. هي فكرة الجماعات المتطرفة طبعا في كل العالم، سواء في المنطقة العربية أو حتى في الدول الأوروبية على مدار التاريخ، كانت بدايتها أنها جماعات سلمية لها أهداف أخلاقية وأهداف وطنية بشكل معين، ثم تحولت بعد ذلك بشكل معين، سواء كان حدث في جزيرة صقلية في إيطاليا، أو نشأت جماعة المافيا في إيطاليا ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى عندما ظهرت من القرن الخامس إلى السابع هجريا، أو القرن ال 12 أو القرن ال 13 بالنسبة لي ميلاديا في الدول العربية. أنا حابب بس أنه أؤرخ لفكرة نشأة الجماعات الإرهابية في جزيرة صقلية، وهي بدأت كجماعة وطنية بشكل معين، بدأت تكونت للدفاع ضد الغزاة الفرنسيين في القرن ال 13 بشكل معين، ثم هذه الجماعة تحولت بعد ذلك إلى جماعة عصابية ذات أهداف اقتصادية وأهداف سياسية. ده بدايتها. ده بعض المؤرخين يقول ذلك، لكن هناك من يرى أن هذه الجماعة نشأت في صقلية من أجل الدفاع عن شرف فتاة، أن الغزاة الفرنسيين خطفوا فتاة ليلة عرسها، وأثناء الخطف طبعا صارت الفتاة وقالت أن موت الفرنسيين هو أمل إيطاليا. وهذا المصطلح ده تكونت منه مصطلح جماعة المافيا، يعني هذه الصرخة التي نادت بها الفتاة هي ما أخذت تكونت على جماعة للدفاع عن شرف هذه الفتاة. أخذت المصطلح أنه موت الفرنسيين هو حلم إيطاليا. الحروف الأولى تشكلت لتشكيل مصطلح المافيا. ده في القرن ال 13 بدأوا كمان هذه الجماعة تتوارد بشكل معين، حتى قاموا باغتيالات وصراع سياسي مع الحكام الأسبانيين في القرن ال 17، ثم تأصلت وكان لهذه الجماعة أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة في القرن ال 19، وظهر اللي هو جوزيف بوبوناز أو جوبانو أو أبو عين، اللي هو اتعمل عنه أفلام طبعا عن المافيا العالمية. معروف عنه اللي هو دايما يجيبوه كده في المشهد انه بعين واحدة ورئيس العصابة اللي هو جوبانانو ده. هذا الجماعة انتقلت حتى ظلت في إيطاليا حتى عصر موسوليني. قوت شوكة هذه الجماعات في الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وكان لها أهداف اقتصادية كبيرة جدا. لكن موسوليني عندما جاء أو الحكم الفاشي قضى على هذه الجماعات وبدأ أنه يعمل تصفية كبيرة جدا بدون رحمة، فهربت هذه الجماعات من إيطاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك وجدت بيئة خصبة كبيرة جدا للاتصال بالكونغرس والبيت الأبيض، وتوغلت في السياسة. حتى في بعض الدول التي كانت تسيطر عليها هذه الجماعة كانت الحكومة وفي صقلية وما زالت الآن في صقلية أنه الحكومات هي فرع من جماعة المافيا العالمية. في أمريكا فشلت كل المحاولات في القضاء عليها، لأنها ارتبطت بالشركات المتعددة الجنسية وارتبطت بالقضاء وارتبطت بشخصيات سياسية موجودة، وبالتالي بدأت توجه الاقتصاد وتوجه السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ارتبطت بالجماعات متعددة الجنسيات التي زرعتها الولايات المتحدة الأمريكية في الدول العالم كله، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط ولكن في دول العالم جميعا. هذه الشركات ذات مكاسب اقتصادية كانت بتعتمد بشكل أساسي على تحقيق أرباح من خلال تنفيذ اغتيالات أو أمور عسكرية معينة، لكن عندما تم تضييق الخناق على هذه الجماعات
بدأت تمارس أنشطة سياسية واقتصادية أخرى زي غسيل الأموال، وهو أصحاب الياقات البيضاء، مش بس اللي هم الفقراء والبسطاء اللي كانوا ينضموا إلى المافيا، لا بدأوا أصحاب الياقات البيضاء اللي هم غسيل الأموال والسرقات والسطو المعلوماتي من خلال بدأوا يستفيدوا بالتكنولوجيا الموجودة. وكانت الآلية التي تستخدمها دائما المافيا هي الاحتكار لأي منطقة اقتصادية، لأي نشاط اقتصادي أو منطقة جغرافية هي موجودة فيها، تسيطر على هذه المنطقة من كل النواحي. وبالتالي عندما نعرف هذه الجماعة أو الجماعة الإرهابية أو المافيا الموجودة هي مجموعة من الأفراد المخالفين للقانون وبيؤدوا إلى تحقيق أهداف اقتصادية معينة، ربما أو هي منظمة إرهابية، ربما نعرف منظمة إرهابية تنتج خدمات وسلع غير مشروعة لجماعة معينة من المستهلكين، أو خدمات وسلع مشروعة بطرق غير مشروعة، لأنه في أحد يدافع عن أهداف، يقول أنا يعني أنضم إلى جماعة إرهابية من أجل تحقيق أهداف شرعية، ولكن يستخدم أهداف طرق غير مشروعة. وده بتلاقيه في مثلا جماعة الإخوان المسلمين في مصر أو القاعدة أو غيرها، أو الأفراد الذين انضموا إلى القاعدة والجماعات الجهادية، هم يرون أنهم يدافعون عن هدف نبيل وهو الخلافة الإسلامية، وفي مقابل ذلك يتبعون طرق غير مشروعة من أجل تحقيق هدفهم. في عرف القانون هم في عرف القانون أنها جماعة إرهابية، هي عصابة منظمة، لأن العصابات المنظمة أو الجريمة المنظمة هي الجريمة ربما تنتهك القانون أو حرمة القانون أو تخالف القواعد والأخلاقيات التي يعيشها المجتمع، وبالتالي يا جماعة إرهابية. تعالي ده علاقتها طبعا بدأت تنتشر في العالم مع التقدم التكنولوجي الموجود، حتى أصبحت هناك الجريمة المعولمة أنها تنتقل من دولة إلى دولة أخرى. يعني تتطور كل هذه الأشكال، هي ارتبطت بتطور التنمية، يعني كلما تطورت التنمية بشكل كبير ووسائل التنمية ووسائل التكنولوجيا تطورت أيضا جماعة المافيا وطورت من نفسها حتى أصبحت أنها تسيطر على معاقل التنمية في العالم. هي الآن تريد أن دولة صاعدة أو قادمة إلى مجال التنمية، هي الدول الممولة لهذه العصابات تريد أن توقف هذه الدول عند حد تنمو معين، فتسلط عليها جماعة المافيا لتقضي على مكتسبات التنمية فيها، فتعود مرة أخرى إلى منطقة الصفر. والدليل على ذلك أن معظم الدول العربية الآن التي مرت بما يسمى بالربيع العربي في 2010 كان أعلى معدلات التنمية فيها، سواء في ليبيا أو في مصر أو في سوريا وحتى في اليمن. وعندما بدأت تحقق الدول العربية طفرات تنموية ملحوظة حتى 2010 فجرت ما يسمى بالربيع العربي، وأن هناك استبداد وهناك ظلم وهناك غيره. هذا من خلال، ولكن يا دكتور يعني كان هناك بالفعل يعني انتشار للبطالة، وكان هناك كان انتشار للبطالة، هناك مسببات، هو حدث استغلال، إذا هو حدث استغلال لهذه القضايا من أجل وجود شرعية أو منطق من أجل وجود منطق للصراع على النظام. نحن لا نقول أن كان يحكمنا قبل ثورات الربيع أو أكذوبة الربيع يعني أنظمة ملائكية أو أنظمة عادلة، كان هناك فساد يستشري، لأن الجريمة ترتبط بالفساد، أو العصابات المافيا تنتشر بشكل أكبر في الدول التي ينتشر فيها الفساد، أو الفساد هو بيئة خصبة لانتشار جماعة المافيا الموجودة في الدول العربية. طبعا كان معدلات الفساد انتشرت بشكل كبير، غياب الشفافية، غياب المساءلة الاجتماعية، انتشار مشكلة البطالة، انتشار الفساد، هي كلها بيئات خصبة لانتشار المافيا وتوغلها في هذه الدول. دكتور صلاح، يعني هذا رأي وهناك رأي آخر، يعني تقول أنت أن هذه أكذوبة للربيع عربي وليس ربيعا عربيا، ولكن هناك رأي آخر يقول أن هذه كانت ثورات ومطالبات للشعوب التي تشعر بالظلم والفساد والدكتاتورية. يعني أنا لم أشكك تماما في أن هذه الثورات، في فرق ما بين أن نقول أن ما حدث ثورات ولا مش ثورات، ولا هو ربيع ولا غير ربيع، هذا قضية وهذه قضية أخرى. ليس معنى ذلك أن أكذوبة ربيع عربي، لأن الأكذوبة مرتبطة، الربيع مرتبط بالنتائج، لكن يعني الثورة مرتبطة بالبدايات. على النتائج دكتور صلاح، وليست كلمة ثورة يا لبنى مرتبطة بالأسباب، وكلمة ربيع عربي مرتبطة بالنتائج.
الاسباب هناك ثورات حقيقيه تمت في الشارع، تمام، مش فوتوشوب ولا حاجات حظ زي ما بعض الناس تقول، ولكن هل اوصلتنا هذه الثورات الى ربيع عربي حقيقي ولا هو خريف عربي؟ يعني لم يتحقق الهدف حتى الان وبعد 5 سنوات، ولكن الذي يعني تحقق، يعني ما كان يرغبه الغرب في ان يكون هناك تقسيم وهناك يعني حاله من يعني اللاوعي وحاله من انتشار الجريمه وانتشار التنظيمات الارهابيه، لم تتحقق في مصر 200% معدلات الجريمه وصلت الى 200% داخل الشارع المصري بعد ثوره يناير، انه معدلات التنميه تراجعت بشكل كبير، خسائر اقتصاديه فادحه في الدول العربيه، يعني مساله الفقر في ليبيا وصلت الى 70%، وسوريا تعدت يعني ذلك بكثير، ان هذه الشعوب ان استمرت على هذه الاوضاع الموجوده سوف تمر بمجاعات كبيره جدا، بمجاعات. هي اذن ليست ربيع، لان لم تحقق استقرارا، لم تضع نظاما سياسيا يحقق المساءله الاجتماعيه والشفافيه والعداله الاجتماعيه المطلوبه. هذه يعني الثوره، يعني كما يسميها الكثير، الثوره لم تتحقق او تحقق نتائجها، لم تحقق هدفها، ولم تتحقق في مصر. لا، في مصر بشكل كبير نحن لا نقول انها حققت او لا حققت. هو الان النظام المصري المنتخب والموجود يريد ان يحافظ على الدوله المصريه، الدوله المصريه ككيان هدد بعد ثوره يناير وبعد سيطره جماعه الاخوان المسلمين على الحكم، هدد بانهيار الدوله المصريه. هو الجيش المصري اراد ان يعيد ان يحافظ على الدوله، لانه وهنا هربطه يا لبنى بمسألة إيران. تخيل يا لبنى منذ القرن ال13 وأن إيران ترى أن الدعوة للخلافة الإسلامية لن تتحقق ولن يتم الصراع إلا من مصر، وبالتالي ان حتى حسن الصباح اللي هو مش مصري من مدينه قم في فارس جاء الى مصر ليتعلم المذهب الشيعي الاسماعيلي او الاسماعيليه او الطريقه الاسماعيليه الموجوده، انه بدا ثم ذهب الى الشام لقيام الدوله الاسلاميه. وهنا فكره داعش، يعني السيناريو يعيد نفسه، حتى فكره الدوله الاسلاميه او المذهب الجديد او الديانه الجديده التي دعا عليها حسن الصباح او جماعه الحشاشين في القرن ال13 هو الان يكرر بحذافيره من خلال حتى المسمى الدوله الاسلاميه، ثم الشام، ثم الصراع اللي موجود، ثم الصراع الموجود ما بين ايران وما بين السنه والدوله العباسيه والسلاجقه في العصر القديم، الصراع السني الشيعي. هي نفس الفكرة ونفس هذه الطريقة للسيطرة على المشهد. أنا عايز أقول أنه مصر حققت بعد ثورة يناير هو الحفاظ على الكيان المصري. مصر هي أنجح النماذج التي قامت الآن في تصوري بعد تونس ربما رقم 1، ولكن يعني تحققت النتيجة المرجوة في تونس ومصر. لا، ليس النتيجة المرجوة، أنا أجلس مع مثقفين تونسيين يقولوا أن تونس أنه لم يكن هناك خيار في انتخاب رجل مسن، هم قاموا بثورة من أجل اتيان بقيادات شابة وفكر جديد. هم الآن لم يحققوا هذا الهدف، ولكن بسبب سيطرة جماعة الإخوان على هذه الأحكام الموجودة اتجهوا إلى اختيار الخيار. ليس هناك خيار أفضل، يعني ليس هناك خيار أفضل، هو الحفاظ على الدولة التونسية. تونس اضطرت إلى ذلك، مصر اضطرت إلى ذلك، وهناك قيادة وطنية. يعني لم تتحقق نتائج، ولكن ما حدث أننا حافظنا على كيان الدولة. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، يمكن يعني بقولها للمشاهدين، أن الجيوش دائما على مدار التاريخ تحافظ على كيان الدول بشكل واضح، ولكنها لا تحمل فكرا نهضويا أو تنمويا. هم يعني لا يحملونه إلا إذا استعانوا بالخبرات المدنية الموجودة، إذا طبقوا فكرة المساءلة الاجتماعية، فكرة العدالة الاجتماعية، فكرة القضاء على الفساد. هذه الظواهر الموجودة غير موجودة الآن ما بعد الثورة، سواء في تونس أو في مصر أو في غيره، لأنه إذا طبقنا فكرة المساءلة الاجتماعية، فكرة العدل الاجتماعي الموجود، هناك بناءات قوة موجودة ومسيطرة داخل الشارع. فكرة تجويع، فكرة زيادة معدلات الفقر بتزيد. آخر تقرير الأمم المتحدة بيقول إنه معدلات الفقر على مستوى العالم قلت، ولكنها ظلت ثابتة وتتزايد في القارة الأفريقية. يعني احنا من الدول اللي موجود في كل العالم معدلات الفقر بتقل، لكن احنا عندنا معدلات الفقر بتزيد بسبب غياب الشفافية والمساءلة الاجتماعية وحرية تبادل المعلومات وتطبيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد. انت بعد الثورات العربية هاتي دولة واحدة بس قالت ان هو تقدر أو طبقت هذه المعايير. هناك
في كثير من المؤسسات بيان لا يجوز التصريح، الموظف داخل المؤسسة لا يعرف أهداف المؤسسة وغير حر وليس له الحق في أن يطلع على بعض المستندات الموجودة. وربما احنا ما نتداوله الآن هي مجرد كلام صحف وكلام جرائد، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، لكن ليس هناك قاعدة سياسية تخرج للمواطن وتقول له احنا هنعمل كذا مع الاحتفاظ بالملفات المرتبطة بالأمن القومي. لأنه فكرة المساءلة الاجتماعية ليست مرتبطة يعني ليست ضد الحفاظ على الأمن القومي، بالعكس هو استقرار الشعوب، قناعة الشعوب، التفاف الشعوب حوالين القيادة السياسية هو أمن قومي حقيقي. ويجب أن تدرك هذه الأنظمة أنه المصارحة مع الشعب وأن كسب تأييد الشعب للنظام هو الأمن القومي. وأعتقد أن في مصر الرئيس السيسي بالتحديد هو حريص بشكل أكبر على التفاف القيادة الشعب حواليه، التفاف الشارع المصري حواليه. عشان كده يمكن حتى في اخر تصريحاته السلع لازم تبقى موجوده، الغذاء لابد ان يكون موجود، معدلات البطاله لابد ان تقل تشغيل بشكل مستمر، بدا بملف الصحه، بدا بملف الفقر، بدا بملف المدارس والتطوير. هناك هو يدرك تماما ان هذا الشعب اذا جاع لا يرحم، انه اذا شعر بغياب العدل لن يرحم. هو فكره القضاء الى الفساد، الفساد هو الشبح الذي يهدد الانظمه العربيه التي جاءت بعد الثورات، الفساد. وليس لهذه الانظمه خطه للقضاء على هذا الفساد، وده الفكره. طب ما هي الخطط يعني دكتور صلاح؟ يعني تحدثنا هناك فقر، هناك بطاله، ما هي الخطط التي من المفترض ان يقوم بها او تقوم بها المؤسسات التنمويه والتخطيطيه او رجال يعني المتخصصين في علم الاجتماع؟ يعني انت معنا دكتور صلاح الان وانت استاذ في التنميه والتخطيط، ما هي الخطط التي من الممكن ان تضعونها؟ انا قبل ما اقول الخطط بس بتكلم، يعني قبل ما هتكلم عن ازاي نقضي على الفساد، لكن هتكلم كمان عن التجارب التي نجحت في الثورات الناجحه. يعني لما ترجع في جنوب افريقيا في السبعينات، جنوب افريقيا ثاروا طلاب السويتو او طلاب السود في افريقيا ضد النظام عندما وجدوا ان التعليم سيئا، قالوا التعليم سيء فقاموا مظاهرات. النظام قتل عدد كبير جدا منهم، ولكنه عمل ونفذ مطالب هؤلاء الشباب، وعمل يمكن حصلت جنوب افريقيا الان في اخر تقرير بانها من الدول التي تتميز بجوده تعليم عاليه جدا، بينما نحن في مصر بعد ثوره يناير و30 يونيو وفقا لاخر التقارير الدوله قبل الاخيره في نظام التعليم وفي جوده التعليم. تسبقنا بس موريتانيا واليمن، دول اخر حاجه. يعني شوف احنا فين. ماذا، وده يمكن اللي بقوله في مقالي اللي انا كاتبه الثلاث اللي جاي، هو ماذا لو لم نقم بثوره يناير؟ يعني ماذا لو كانت الثوره هكذا؟ لو قمنا بثوره عشان نصلح التعليم ربما مصر كانت قد الدنيا الدنيا وكانت تتطور. لكن للاسف احنا بنقوم بثورات ومظاهرات واضرابات ليس لها علاقه باصلاحات اجتماعيه حقيقيه، وان الدوله بالتالي لا تقوم باصلاحات، هي تقوم بعمل تراضيات، يعني بترضي بس المتظاهرين. لماذا دكتور؟ يعني هل لضعف الامكانيات او لعدم استخدام الامكانيات؟ ليس ضعف الامكانيات، ودي على ذلك ليس ضعف امكانيات. مصر حاصله على الملف المصري بالتحديد احنا رقم 41 على مستوى اجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم ترتيبنا، لكن ترتيبنا في معدلات التنميه رقم 130. طب اذا احنا في الموارد موجوده جدا، الموارد رقم 40 من حيث الناتج المحلي، لكن في التنميه رقم 130. يعني دول اقل مننا في الموارد ومع ذلك تحصل على مرتبه متقدمه في الدول. في خلل، لابد. الخلل اين هو الخلل ومن هو المسؤول عن هذا الخلل؟ الخلل في السياسات التي تتبعها الحكومات. طب هذا المشهد في مصر، ماذا عن الدوله الليبيه، الدوله الشقيقه الجاره؟ ويعني نحن نعلم الخيرات والثروات الموجوده في الاراضي الليبيه، والآن نحن نرى ونشهد ماذا يحدث في ليبيا الآن. أين هي ثروات الدولة الليبية؟ ليبيا فيها من أكثر الدول التي لديها ثروات في شمال أفريقيا، مش هنقول بقى على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط يعني، لكن نتكلم حتى بس على مستوى شمال أفريقيا. لكن النظام السابق، نظام القذافي بشكل معين، كان يرغب في تجهيل وتجويع الشعب، وكان لديه ايديولوجيه معينه. حتى احد القيادات الاوروبيه البارزه قال له يوما ما انه لابد ان تعلم الشعب. فقال القذافي في هذا بشكل يعني بسيط جدا، قال له والله انه الشعب الشعب اذا تعلم سوف يثور. فقال له انه الشعب اذا تعلم يثور، ولكن الشعب اذا جهل اذا سوف يقتلك.
وده اللي حصل. قال له الشعب جاي هيقتلك. قال له المتعلم هيعزلك، لكن الجاهل هيقتلك. وده ما حدث بالفعل داخل الأراضي الليبية. هو كان لا يريد إلى استغلال الأموال لصالح الشعب، وكان يريد الاستغلال النظام موارد الدولة لصالحه. النظام الجديد الآن يريد أن يعيد بناء الدولة الليبية، ولكن في تحديات كبيرة جدا. هذه التحديات بالمناسبة أن معدلات الأمية في ليبيا من أقل المعدلات في شمال أفريقيا. عايز أقول في المنطقة العربية كلها نسبة معدلات الأمية حوالي 8.6%، وده يدل. وبين الكبار يعني الشباب متعلم جدا، يعني 8.6% في الفئة الكبيرة في السن اللي هي ما اتعلمتش. لكن نسبة الأمية تكاد تكون مش موجودة هناك. لكن نسبة المجاعات ونسبة الفقر عالية جدا بشكل كبير. لم يقضي نظام القذافي لم يكسر الحدود الفاصلة ما بين القبائل الموجودة. لا زالت القبلية موجودة بشكل أكبر. وبالتالي أنه عندما يأتي النظام الليبي الآن يقول نحن ليس في حاجة إلى برلمان مكون ولا انتخابات، احنا محتاجين أن القبائل ترشح، وبالتالي اجتماع القبائل، لأن احنا دولة قبلية مش دولة يصلح فيها النظام الحزبي، لأنه الحدود القبلية الفواصل قوية جدا. وده من التحديات التي تواجه النظام الليبي الموجود. عدم وجود مهارة عمالة ذات كفاءة. يعني أغلب بالرغم من البطالة المرتفعة جدا في ليبيا، إلا إنه عدد الهنود اللي بيشتغلوا في ليبيا يتعدى 200,000 وافد في ليبيا بيشتغل. يعني ومصر والناس بتروح ليبيا عشان تهاجر من هناك الهجرة غير الشرعية. النهارده في أكثر من 15,000 واحد عايزين يهاجروا هجرة غير الشرعية من خلال ليبيا. هي الفكرة إنه ليبيا لديها أعمال، ولكن ليس لديها أعمال ذات كفاءة، وليس لديها مجالات للعمل وحتى القدرة على استغلال هذه الموارد الموجودة. يمكن بدأ النظام الجديد يستخدم زي أبيار بترولية موجودة، بدأ يستخدم فكرة الإرادة. يعني أنا عجبني هذا المصطلح إنه يسموه إن احنا هذا البئر سيسمى الإرادة، الإرادة الشعبية الليبية الموجودة. وأن فكرة إلغاء الأحزاب والاعتماد على اجتماع القبائل خطوة إيجابية جيدة من القيادة السياسية أو الحكومة الشرعية الليبية الموجودة. أتصور أنه لابد على النظام الجديد أن يتبنى سياسات اجتماعية بديلة لتلك السياسات التي اتبعها النظام القذافي. فكرة توفير المواد الغذائية، هناك مناطق في الوسط ومناطق في الجنوب الليبي تعاني من مجاعات كبيرة بسبب حصار الجماعات الإرهابية هناك. ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومات الجديدة لتوفير الغذاء؟ فكرة الرعاية الصحية، يعني فكرة الصراعات الموجودة ما فيش رعاية صحية كافية داخل الشارع الليبي. لابد أن يكون هناك نظاما للتأمين الصحي، نظاما للتضامن الاجتماعي يحمي هذه الفئات السكانية من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية. لأنه السؤال دائما وعلى مدار التاريخ، من الذي يستهدف للجماعات الإرهابية؟ المراهقين. ده رقم واحد، اللي هو فكر المراهق والفكر الانفعالي. ممكن اضحك عليه بكلمتين مرتبطين بالدين، مرتبطين بالثقافه، بالليبراليه، بالعلمانيه، ان انا انضم، او بسبب الفقر، او لرغبه في رغبه في الحصول على المال، او المدخل الديني الذين يدخلون به. ما هو المدخل الديني يؤثر بشكل معين على المراهقين اكثر. اللي هو انه يعني اصل المراهق ده مش مرحله سنيه. اصل الناس فاكره انه المراهق ده اللي هو سنه من 12 ل 18 سنه. لا، المراهق ممكن يمتد ل 60 سنه عندما تكون هناك اميه ثقافيه متاصله في العقول. وده يمكن المجتمع الليبي نسبة كبيرة جدا تعاني بسبب الانغلاق الثقافي الذي وضع فيه النظام القذافي ليبيا. يعني على مدار دكتور، يعني لكل دولة أداء الموجود فيها، ونبحث في كل دولة عن يعني الدواء. يعني تحدثنا عن الشأن الليبي، ويعني الدواء هو العودة إلى القبلية وتبني سياسات اجتماعية بديلة وفعالة لمواجهة المشكلة. وفي مصر يعني الحمد لله لا يوجد هذه الأفكار بين مثلا المسلمين وبين المسيحيين. لم يستطيع الغرب أن يلعب على هذا الإطار، ولكن هناك يعني طائفية في دول أخرى كسوريا والعراق والموجودة أيضا في اليمن. هل من الممكن أن يكون هناك فكر إصلاحي شامل لكل دول المنطقة العربية ومواجهة من خلال هذه الحركات للإصلاح في المنطقة العربية؟ لا نتحدث عن دولة بعينها،
نعم. يعني لا نتحدث عن اليمن فقط أو نتحدث عن ليبيا فقط أو مصر فقط، يعني بشكل أشمل لكل المنطقة العربية. كيف يمكن أن تقوم هذه الحركات الإصلاح التنموي والاجتماعي في المنطقة العربية حتى تخاطب الشعب العربي أجمل؟ اولا لن يتم القضاء يعني الارهاب دائما زي ما حضرتك تفضلتي انه مش بس حلول عسكريه، برضه حلول تاني اجتماعيه وحلول ثقافيه وحلول اقتصاديه. لكن عايز اقول انه قبل ما نقول على فكره التكامل العربي وسياسات اصلاحيه عربيه مشتركه، عايز اقول كمان للمشاهد انه اغلب الجماعات الارهابيه مرتبطه بالانظمه الحاكمه، يعني لا تتصوري ان جماعه الحوثيين او جماعه داعش دي مرتبطة بأنظمة حاكمة على مدار التاريخ. أن وجود واستمرار الجماعات الإرهابية المتطرفة في المنطقة العربية مرتبطة بالنظم السياسية الحاكمة، ربما تساهم في ذلك. يعني أنا هضرب بس قصة بسيطة جدا للمشاهد، أنه جماعة الحشاشين وهي جماعة كانت انبثقت من النظام الفاطمي أو الحكم الفاطمي، يعني كانت تمول من المستنصر بالله الفاطمي، وأن انقسمت بشكل كبير. كانوا عايزين نزار ابن المستنصر اللي هو الأكبر يأخذ الخلافة بعد أبيه، لكن الوزير بدر الدين الجمالي رشح ابنه المستعلي اللي هو أحمد الأصغر منه، وبالتالي إن حسن الصباح والشيعة رفضوا ذلك وكانوا عايزين زيدي، فعملوا جماعة الحشاشين التي تضرب وتناهض الدولة الفاطمية نفسها، وبدأوا إعلان الحرب على الأيوبيين وعلى الدولة العباسية وعلى السلاجقة على كلهم. لكن وصلوا من ذلك من خلال ارتباطهم بالأنظمة الحكمية. الخيانة بقى أن هناك عملاء نعم للجماعات الإرهابية داخل الأنظمة الحاكمة. طب الدليل يعني على ذلك، بس هضرب دليل على ذلك، انه في مرة حسن الصباح بعت رسول الى صلاح الدين الايوبي فقال له انا عايز اقابل القائد صلاح الدين الايوبي او السلطان صلاح الدين، فقال له خليه يدخل، فقال له لازم ما يبقاش حد معاه. فمشى، كان في مجلس، مشى بعض الناس ثم قال له مين جوه؟ قال له فلان وفلان، فقال له عندي رساله بتقول ما اقدرش ادور رساله الا وهو وحده. فمشى الباقيين ولم يبقى معه الا 2 من العسكر اللي بيحرسوه. نعم. فقال له ده دلوقتي كله مشوا الا 2، فاما انه يدخل ويجيب الرساله يا اما يمشي. فقال له ليه انت مخلي ال2 دول موجودين؟ قال له دول اقرب الناس ليا اللي بثق فيهم وبعتبرهم زي اخواتي. فقال لهم لو قلت لكم دلوقتي حالا اقتلوا السلطان صلاح الدين الايوبي هتنفذوا الامر وتقتلوه؟ قال لو انت ادينا الامر هنقتله فورا. فقالوا السلام عليكم وخد بعض وخد الجنود ومشي. يعني الجندين اللي بيثق فيهم يعني اللي بيحموه هم دول كان الفكر الارهابي المتطرف وصل ليهم، وهو متخيل اقرب الناس ليه. انا اتصور انه الحوثيين او الجماعات الارهابيه او القاعده اللي موجوده او الداعش في الشام او في العراق او في ليبيا، انا اتصور ان لديهم ايدي فاعلة في الأنظمة الحاكمة. نعم، هذا ما نريد أن نصل إليه دكتور صلاح. يعني عدنا معك بالتاريخ إلى الوراء حتى نعرف ما هي الجذور الحقيقية لكل ما هو على الساحة العربية الآن. إذن دكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط والكاتب السياسي، نشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملفات عربية، ونلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، وكل عام أنتم بخير. إلى اللقاء.